سلام. نيمت النوم هسحب كده بالراحة، اعمل العشاء بتاعنا كده مع نفسي، اشوف انا هعمل ايه. معنديش ايه، لا نسيت الحاجات اللي في الفريزر المحطوطة امتى. بعد الحاجة بتاعتي تفك عشان نقعد بقى نفطرهم لما نشوف الاخوة دول، عشان انا نسيتهم خالص. بصوا بقى يا جماعة، الحمام ده بجيبه قبل ما ابيعه بيوم، اكله عشان الصبح من بدري بروح ابيعه. عشان ايه؟ المكان اللي انا ببيع فيه بعيد، بس هضطر ذرة وهبتدي بقى اظبطه كده. مفيش في فصلته اكل خالص. بسم الله ما شاء الله. الحمام اللي بالنسبه للحمام اللي في السوق، الحمام ده حجمه كويس، يعني هو باين ان هو مش كويس، بس هو بسم الله ما شاء الله مليان وحلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هصغطهم الاربعه واغطي عليهم. هصغطهم مره دلوقتي احنا بنحضر في العشاء بتاعنا، يعني مره العصر ومره اخر الليل والصبح قبل ما يتباع، عشان اللي هيشتريه هيقعد معاه طول النهار، فمش عاوزاه يبقى جعان منه عشان ما يبقاش حرام علينا ونتحاسب عليه. هنأكله والاكل بتاعنا بيفك، نكون عملت العشاء بتاعي. العصر بالظبط هننزل نروح للحيوانات بتاعتي، لان هما بياخدوا وقت. نيجي من عندهم نتعشى، لان العشاء بتاعي بيبقى حطيته على النار، مش عبال ما بلبس واصلي العصر يكون الاكل استوى. عشان ايه؟ اجي اتعشى على طول، لان انا لو عملت الاكل بعد ما برجع فبقى اتاخرت. ويجوا العيال بقى يبقوا جعانين وكده المغرب، فمش هينفع اتاخر عليهم، فبعمل الاكل دلوقتي، يعني هو هيفك وهحط الاكل على النار على طول. الطريقه دي حط الاستشوار على الانبوبه، نص السخونيه بتاعت الاستشوار اهي، هتصفيلك الغاز الموجود في الانبوبه. الناس كتير بتقولك سخني الانبوبه احطها في ميه سخنه، والكلام ده كله غلط. بعمل كده السخونيه بتسيح اهو. شوف بقت عامله ازاي، كانت طافيه خالص. قمت بقى اصبح كده على الفراخ الكتاكيت كده بتوعي دول، كتاكيتي دول. يعني عاوزه اقول لكم يا جماعه ان هم غلاوتهم من غلاوه لا، هم بعد عيالي بشويه، مش حاجه غلاوتهم من غلاوه عيالي ولا حاجه، لا بعد عيالي بشويه. نعم نعم يا عسول يا قمري. ماشي. بصبح عليهم زي ما انتم شايفين كده، وبعد بقى ما اصبح عليهم احط لهم اكلهم وميه والحاجات دي كلها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل ايه هقول لكم هعمل ايه. الفراخ دي يا جماعه ما كانتش بتبيض، ماشي، ومعديه ال6 شهور. فانا كان عندي فراخ قبل كده معديه ال4 شهور 3 شهور ونص، وباضت على 4 شهور. ماشيه معاهم بعلف بياض، وجات لهم فوجة كده ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قعدوا بعد 3 شهور ونص، قعدوا بيضوا حوالي مثلا 9 شهور كده. اول ما قطعت عنهم العلف البياض ما شفتلهمش بيضة تاني خالص، فقررت ان انا بعدها هجيب فراخ تانية. وطبعا الفراخ التانية تخلصت منها، يعني اللي ماتت واللي اندبحت واللي بعتها وكده. قلت هجيب فراخ، واللي هجيبه مش هجيب له علف بياض، عشان العلف البياض بتفضلي ماشيه عليه. لو قطعتيه يوم واحد 3 ايام بالظبط الفراخ بتقطع بيض، وتجيبيه يقعدوا اسبوع عقبال ما يبيض. حسيت ان هم اتعودوا عليه يعني. فدلوقتي عملت معاهم ايه، لما لقيتهم مش راضيين رحت للبيطري، مش راضيين يبيضوا، رحت للبيطري وقلت له لو سمحت انا عاوزه علاج يخلي الفراخ تبيض، لان هم عدى ميعاد البيض بتاعها. اداني ازازه صغيره كده تيجي 3 سنتي ب20 جنيه. حطيتها على الميه كل 12 ساعه نحط 2 سنتي على ال2 لتر، لحد ما بعد ما حطيتها ب15 يوم لقيتهم ايه. الفيديو اللي صورته امبارح معاكم لقيتهم بيبيضوا. قبل كده ما كانوش بيبيضوا خالص. وبعد كده بقى قلت ايه، الفتره الجايه ديت هنبتدي بقى نعمل معاهم ايه. نزود لهم الاكل شويه، نخلي الاكل قدامهم على طول باستمرار. الشبابيك اللي انتم شايفينها ديت ان شاء الله هنجيب مسامير وهنظبط السلك بتاعها، لان السلك بتاعها مفتوح ممكن يطلع الحمام. هنقفله بحيث ان الشمس تبقى نازله لهم على طول، علشان خاطر ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قله الشمس برضو وقله اللي هم بيمشوا كتير مخليهم ما فيش حريه في ان هم يبيضوا.
نطلع بقى من عند الفراخ نشوف بقى هنعمل بقية اليوم ايه النهارده. يوم جديد وكل جديد وصباح الخيرات. تبقى ايه النهارده صباح الخير كده. بصوا بقى يا جماعه الجو الصبح عامل ازاي، ومش الصبح قوي يعني، احنا متاخرين برضو اهو. تعالوا نشوفوا بقى الجماعه الجعانين دول هنعمل لهم ايه. مالكم يا عسليات؟ وصباح الخير عليكم. ايه الاخبار؟ انتوا جعانين؟ نظبط لكم بس كده. القش بس ده لو ما كنتش نشيله كل يوم كده بتخبل في رجليهم وايه، هو رجليك وبيلف حوالين رجليه. العصر هنطلعكم معلش دلوقتي مش هينفع، الدور هيأذن واحنا ايه مش هنلحقوا نطلعكم في الشمس. نحط لهم الاكل بتاعهم والشرب وشربهم ونظبط لهم الدنيا ونشوف بقيه اليوم بتاعنا هيمشي ازاي ان شاء الله. طبعا انا كنت تعبانه بالليل فايه بدات الروتين بتاعي متاخر. رحت للفراخ بتاعتي، رحت للحيوانات بتاعتي لان دولت ملهمش ذنب يا جماعه خلاص. في ان اي حد لازم كده تبقى عامله حسابك في ارواح مسؤوله منك سواء بني ادمين او طيور او حيوانات، فلازم تكون ايه عامله حسابك ان دول ملهمش اي ذنب في اي حاجه. هناخد بقى الدنيا كده ترويقه خفيفه على الوش كده عشان النهارده يوم صعب خالص. طبعا لما بتبقي تعبانه تلاقي اللي هي الاطفال عندك بتقلب الدنيا، مبيعرفوش يعني ان انت تعبانه ايه، مبيعرفوش حاجه وانت تعبان بيقلبلك الدنيا. انا بفرشه بلادي عشان تحمل السجاد بتاعي بديل الكفر كده وكل يوم بشيلهم بنضفهم. عايزه اقول لكم بقى عشان انا تعبانه بصوا دي وش كده فرشاه عشان انا عندي بنت صغيره اكبر من الولد اللي بيرضع. بصوا دي المرتبه اهي بالفرشه عاملاها كده عشان خاطر ايه لو عندي حد بيعمل حمام ولا حاجه. طبعا عايزه اقول لكم ان انا تعبانه ومش قادره خالص، فعيالي بقى ايه ظبطوا لي الدنيا كده اهو. بصوا كل الكبرتيات دي شالوا. هو بقى الاوضه دي نبتدي الروتين بتاعنا كده. كده خلصت بقى اوضه الاطفال، كل واحده حاطه لها الطاقيه بتاعتها كده عشان لما يجوا يناموا هنقفل بقى ايه الشباك ونضلم عشان خاطر في دبان او حاجه يطلع كله. واحده واحده كده ايه الاوضه اللي بنخلصها نقفل الشباك بتاعها. طبعا انا اول ما بنصحى الصبح بنفتح الشبابيك كلها عشان الشمس كده تدخل ويتهوي البيت، بالذات يا جماعه ايه لو داخلين على فصل الشتاء ما نسيبش كده ايه الشبابيك الصبح مقفول عشان البيت ما يتنش طول النهار ساعه. والساعه 2 او الساعه 3 بنحاول ايه بحيث ان الشقه تبقى دافيه، بس ما بنقفلش غير لما بنروق البيت بحيث ان انت لما بتيجي تروقي بيتك مش هتضطري ان انت تشغلي كل الانوار دي اهو، منه توفير ومنه ايه روقت البيت. طبعا الشمس ما شاء الله لا قوه الا بالله بتوصل لحد نص السرير هنا وبتوصل لحد نص السرير هنا، فبتشمس لك البيت خالص وبت ايه تخلي لك الدنيا كده ريحتها جميله كده اهو. قفلنا كده. شوف بقى اللي بعده بقى لفه كده في الحمام. بصوا بقى ايه الشباك امبارح كنت غسلاه من بره ومن جوه، والنهارده برضو كده شويه حاجات كده ايه لازم نتمم عليهم. طبعا هنلم الحاجات البناطيل ديت ونمسك الحمام كده ايه نمسح اللي فوق بس، لكن الارضيه مش هنشيل الفرشه النهارده. ندخل بقى على المطبخ.
طبعا الانبوبه بتاعتي خالصه من امبارح وانا عماله ايه مقضيها اي اكل وكده. عندي اكل كتير فهسخنه في الميكروويف وايه هشطف شويه المواعين دول اغسلهم واروح بقى للحيوانات بتاعتي في الارض كده وانزل اصور لكم من هناك ان شاء الله. نختم يومنا هناك لان انا كده بالنسبه لي اليوم هنا خلص. ناخد اكل معانا خفيف ناكل هناك عشان العيال بقى ما يفرفشوش الدنيا كده وبهدلوا الدنيا هنا تاني. ناخد اكله خفيفه ناكلهم هناك ويجوا هنا بقى على ايه على العشاء ويظبطوا حالهم على كده. عاوز بس الاول ناخد لهم فيها كوكتيل اللي احنا عملناه مع بعض امبارح ده لسه فاضل فيه شويه حلوين. اخد برطمان ولا علبه بلاستيك عشان ما يتكسرش مننا. دي بقى يا جماعه كانت اخر محطه لنا النهارده. الغنمات بتوعي مشوا بعيد شويه كده ايه هيبتدوا ياكلوا. طبعا طول النهار بقى ايه من اكل لعيال لتنظيف لترويق لفراخ لترتيب طول النهار على هذا النظام. قلت بقى ايه اجي اقعد كده جنب الغنمات بتوعي يعتبر بالنسبه لي دي الراحه ان انا هقعد لان الشغل بتاع طول النهار ده مكانش فيه قاعده خالص. هقعد بقى جنبهم كده اما ياكلوا ويشربوا وانهي اليوم عندهم بفضل الله. هنروح على العشاء وكتابة الواجب بقى نفضل بقى ايه طول الليل نشد قصاد بعض احنا في كتابة الواجب وشوية الايه الوقت اللي فاضلين دول في كتابة الواجب. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وروتين اليوم بقى ده يعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في روتين يوم جديد.